السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودين. باقيين مكملين في الفورماسيون ديال بايثون اللي هما بإذن الله غادي نتعرفوا على الليست. مبدئيا هاد الليست علاش تطليق؟ نعطيك مثال. مثلا إلا عندنا واحد الأستاذ وعندو مجموعة التلاميذ العدد ديالهم 50 تلميذ وبغا يسجلهم في بايثون. مثلا الآن بغينا نخدمو نسجلو الأسماء اللي عندنا. أشنو غيدير؟ أول شي غيجي يدير فاغ السمية الأولى وغادي يكتب السمية اللي عندو، يجي يدير فاغ ويكتب السمية اللي عنده، غادي يجي يدير فاغ الثالثة ويبقى غادي هكاك حتى يوصل للفاريابل رقم 50. هذه ماشي طريقة ديال الكتابة، غادي يبذل واحد المجهود كبير، وحنا الهدف ديالنا هو دائما نقلبو على الساهلة. هادشي علاش كتلقى أي لغة برمجة ضروري تكون عندها القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة أو المعلومات الكبيرة، وخاصك تكون عندك القدرة على التصرف فيها. مثلا إلا بغيتي تمسح شي سمية، إلا بغيتي تزيد شي سمية، ضروري ما تكون هذيك القضية متاحة ليك. دابا إلا جينا حنا عندنا 50 سمية وبغينا نكتبوهم وبشي طريقة بسيطة، اختارنا الليست هو اللي في باقي اللغات أو اللونغاج كنسموهم الأراي، أو كنا نسموهم في الألغوريثم طابلو. في الألغوريثم قرينا الطابلو كانوا عندنا جوج الأنواع، ولكن هنا كنسموه ليست. هاكا كتكتب، لاحظ اللون ديالو تبدل. حنا ما عندناش الحق اي فاريابل نكتبوه باسماء اللي هي خاصه ببايثون. غنديرو رقم 1 باش نحيدو هداك الاشكال، وكلشي وكدير ايكال وكدير اقواس وكتكتب الاسماء اللي عندك. مثلا الا كانوا سترينغ ضروري ديرو من داخل علامات التنصيص. مثلا عندنا حنا كذا اسم، كنشوف نكتبو بحال هكا. هي كتبنا الليسته ديالنا. دابا هذه هي الطريقه البسيطه باش تكتب الاسماء عوض تبقى تكتب فاريابل وتعطيه السميه ديالو. غتاخذ لك واحد الحيز كبير، زائد غتاخذ لك واحد المده زمنيه اللي هي كبيره. دابا الا جينا وبغينا هاد الاسماء يظهروا لينا، اش كنديروا؟ كنديروا برينت، كنديروا الاقواس بطريقه عاديه وكنديروا ليست صافي، وكنعيطوا على السميه ديالنا اللي حنا بغيناها. نجيو نديروا راه، لاحظ الاسماء خرجت عندنا هي شتيها. دابا كتبقى الطريقه ديال التعامل، هي خاصك تعرف عاوتاني. الا عندنا مثلا غير ارقام، اشنو غنديرو؟ بنفس الطريقه كتكتب بحال هكا وكتكتب الارقام بدون علامات تنصيص. ممكن تكتب غير بحكا صافي، عندك استعداد تكتب غير بحكا ماشي مشكل. وفي نفس الوقت الليست ممكن تجمع فيها جميع الانواع ديال لي فاريابل، ممكن تكون سترينغ وممكن تكون نمبر، سواء فلوت سواء انتيجر، او ممكن تزيد فيها حتى البوليان، ممكن تزيد فيها اي نوع فاريابل عندك. بحال هكا هنا ممكن نجي هنا ونزيد معاها، نزيد هنا ترو، ها هي. ممكن عاوتاني نجي نزيد اي اسم عادي. لاحظتوها؟ جمعنا النمبر مع البوليان مع سترينغ، ما عندنا حتى مشكل. الا جينا دابا ودرنا برينت نمبر غيخرجوا لينا عادي، ما كاين حتى مشكل، واخا انه مخلط انتيجر مع البوليان مع النمبر ماشي مشكل، هما تيخرجوا عادي. يعني ممكن تجمع في الليست عناصر يكون التيب ديالها مختلف، ماشي مشكل. الان غادي نخدمو غير على هاد الليست. لاحظ معايا، دابا خاصك تعرف واحد القضيه. اول رقم كيكون في الليست هنايا كياخد الرتبه رقم 0، الاندكس رقم 0. هذا دابا خايد الرتبه رقم 0، هذا خد الرتبه رقم 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4 صافي. هو هنا شحال كاين من عنصر في الليست؟ كاين 5، ولكن الرتبه ديالو هنا كتبدا ب0، 1، 2، 3، 4. هادي خاصك تحفظها. ولكن إلا جينا نشوف شحال عندنا هنا من اسم، ولا عندنا 5. دابا إلا جينا وعيطنا بحال هكا على الليست وحددنا ليها الاندكس 0، اشنو غيخرج؟ غتخرج لينا الاولانيه، ها هي، لان هي اللي واخده الرتبه رقم 1. إلا جينا ودرنا 2، هنا هي اللي غتخرج، هادي 0، هادي 1، هادي 2، غتخرج سامي. الآن تصور معايا إلا كان عندنا واحد العدد كبير بحال هكا. حنا نعطيو مثال.
الآن إلا كان عندنا واحد العدد كبير بحال هكا فيه هاد العدد كامل وبغينا نعرفو الاندكس ديال الاخراني، غادي نجي نبدا نحسب 0 1 2 3. الا كان عندي واحد 300 عدد غنبقى انا نحسب؟ طبعا لا. خاصك تعرف ان اول واحد كياخد الاندكس رقم 0 واخر واحد كياخد الاندكس ناقص 1. علاش خد ناقص 1؟ لانه ما كاينش ناقص 0. لاحظ هنايا الا عقلتي فاش كنا كنخدمو المحور هنا 0 هنا كاين 1 وهنا كاين ناقص 1، ما كاينش ناقص 0 مستحيل. كاين 0 وراه ناقص 1 وهنا 1 ناقص 0 راه هي 0، يعني لا داعي نكتبوه. هادشي علاش هنا كنديرو ناقص 1. غادي تجي غتخرج لينا عادي. حنا نجيو نتاكدو نديرو شي سميه ما عندناش من بين هاد السميات كاملين. واحد دابا هي غتخرج لينا هنايا. الا جيتي درتي ناقص 2 غتخرج لك هادي. الا جيتي هنا غتخرج لك ناقص 3 غتخرج لك هادي. صافي كيمشي بناقص 1 من هنا الفوق كيبدا بزيرو، من هنا كيبدا بناقص 1. الا بغيتي العد عكسي. حنا نديرو راسنا اغبياء ونديرو ناقص 0. ناقص 0 راه هي 0. اش تعطينا؟ غتعطينا هادي اللي كاينه في الاندكس 0. شتي نبدلوها نديرو شي سميه اخرى. ها هي يعني ناقص 0 هو 0. صافي هادشي علاش كنقولوا لكم ناقص 0 ما كاينش. الا جيتي هنا بالعكس كتبدا بناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص هكذا. الا جيتي هنا من البدايه ديالها كتلقى 0 1 2 وغادا بحال هكا. دابا غادي نرجعو نقصو شويه اللي عندنا. الان الا جينا وبغينا من احمد ظهر لينا الليسته حتى الاخر سميه، اشنو كنديرو؟ كنجي هنا عندي 0 هنا 1 كنجي كنكتب 1 هكذا وكندير دبوه بحال هكا وكنخليها. لاحظ دابا كتخرج ليا من هنا كنت مغادا كتكمل ليا حتى الاخر. الا بغيت مثلا من ليلى لهنا القدام اش كندير؟ كنشوف العدد ديال ليلى. هنا عندي 0 1 2 3 4 كنجي كندير دبوه وكندير هنا الرقم ديال ليلى. لاحظتيها هنا ليلى لاحظتي ما كتخرجش لينا السميه لينا ما قبل 4 كتبدا لينا من هنا. الا بغيتي ليلى تخرج غدير 5. دائما العدد 5 ما كيخرجش في الحساب، العدد الاخراني ما تيخرجش في الحساب. لاحظ هنا 0 1 2 3 4 5 هنا ما خرجتش. الا جيتي وبغيتي اسماء محصوره بحال هكا هذا اللي محصور عندنا شنو غنديرو 0 1 غنديرو من 2 وغادي نكتبو. هنا كنا رقم 2 وهنا عندنا 3 4 5. هنا 6 كنزيدو دايما 1 باش تولي عندنا 7. غنجي هنا ندير من 2 نكمل حتى 7. هي راه وقفت ليا في 6 هنايا وقفت ليا في رقم 6، ولكن الا درت حدي 6 هاد السوسن ما غتبانش. لاحظ هي هذه اللي درناها في الليسته هي خرجت لينا. دابا الا جينا وبغينا نبدلو شي سميه، مثلا بغيت هاد نوال نبدلها اش كندير؟ كنجي كنكتب ليست وكندير الاندكس اللي خاصني. حنا قلنا نوال يعني تاخد رقم 0 وكنجي بكل بساطه كندير ايكال. حنا متفقين ان الفاريابل فاش كنديرو فاغ وكنديرو ايكال يتم اسناد رقم او قيمه جديده فيها. هاد ايكال هي اسناد شيء محدد في هاد الفاريابل. حنا اشنو درنا؟ نريد ان نسند في الليست فين كاين الاندكس رقم 0 هاد القيمه كنكتبوها داخل علامه التنصيص لانها سترينغ. الا بغيتيها عدد ما ديرهاش داخل علامه التنصيص. بلاتي هنا عيطنا على عدد معين، عيط عليها بحال هكا باش تخرج ليا كامله وتبان لك راها تغيرت. صافي انا وال تغيرت بامينه. الا كنتي تسند اليها عدد بلاش ما ديرو داخل علامه التنصيص، ديرو غير بحال هكا وها هو غادي تكتب لك عادي. الان نحاولوا ندمجوا جوج ديال الليست مع بعضياتهم، ولكن هنا غنحتاجوا لي فانكشن. شنو هو الفانكشن؟ الفانكشن هي الا جيتي تترجمها بالعربيه غتلقاها هي وظيفه. الفانكشن هي وظيفه او عده تعليمات يتم تنفيذها. دابا فاش كنجي نحط لك واحد الفانكشن، هاد برينت، هاد برينت راه فانكشن في راسك، تراك تبان لك غير برينت، ولكن هاد برينت باش ولات كطبع لك هادشي حتى اللي كطلبوا منا
راه مجموعة ديال الأكواد لا يعلمها إلا الله باش ولات هاد برينت كتكتبها غير نتا مباشرة هكا وكتعطيك النتيجة. دابا أنا باش نجمع هاد جوج القائمات في قائمة واحدة أشنو كندير؟ كنجي كنكتب سمية القائمة الأولى وكندير بوان وكندير إكستند. هاد إكستند هي طباعة قائمتين في قائمة واحدة، كتشد جوج قائمات وكتجمعهم مع بعضياتهم. وغندير سمية القائمة التالية ها هي. الآن فاش غندير برينت فاش غنديرها؟ غنديرها بنمبر، لأن النمبر هي اللي تحطو فيها. غنعيط على نمبر ها هي ونشوفو النتيجة. لاحظ أنهم تجمعوا لينا هنايا شتيهم. ولكن إلا جيت عيطت على ليست اش غيطرا؟ غادي تطبع ليا غير الأسماء. علاش؟ لأنها هنايا جات هزتها وطبعتها، أما هنا شديت النمبر وحطيت فيها الليست. يعني فاش غادي نجي نعيط على قائمتين مجموعين مع بعضياتهم خاصني نعيط على نمبر اللي هي حطينا فيها الليست. فاحنا في حالة إلا جينا ودرنا هنا ليست واحد هي الأولى وهنا درنا نمبر، اش غيطرا؟ فاش نبغي نعيط على القائمتين مدمجتين كنعيط على ليست واحد لأن هي اللي تحط فيها هادشي. إلا عيطت على نمبر غتخرج ليا غير الفوقانية هادي. هنا نعيطو عليها وشوفو قدامنا برينت هي خرجت لينا غير هادي، لأننا حنا ليست واحد دابا هي اللي حطينا فيها. أنا بغيتك تفهم أن أول اسم كيتكتب هي اللي كتندمج فيها القائمتين بجوج. ها هي كي كتشوف معايا. دابا عندنا فانكشن اخرى. الفانكشن هي ابند. هاد ابند شنو هو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو كتجي لاخر الليست وكتزيد فيها السميه اللي بغيتي او الفاريابل اللي بغيتي. مثلا نجي كنعيط بحال هكا، مثلا كنجي كنكتب ليست واحد وكندير بوين وكندير ابند. كنجي هداكشي اللي بغيت نزيدو في النهايه ديال القائمه اش كندير؟ كنكتبو بالداخل ديالها. الا كان سترينغ ضروري ديرو داخل علامات التنصيص صافي، وكتجي تعيط ببرينت تتخرج لك نيشان. ها هي تزادتنا هنايا كيف كتشوف معانا. ممكن نديرو عدد. الان الا بغيت انا نزيد شي قيمه ولكن ما نزيدهاش في النهايه اشنو غادي ندير؟ غادي نستعن بفانكشن سميتها انسيرت. هذه كتحدد لك هي المكان اللي انت غادي تحطها فيه، وكتجي لهنا وكتكتب البلاصه اللي بغيتي تحطها فيها بحال هكا. عاد كتحط القيمه صافي، عاد كتحط هنا القيمه، هنا البلاصه لاندكس فين بغيت تحطها، وهنا كتجي تحط الفاليو اللي بغيتي تزيد. مع العلم انها فوالا هي تزادت لينا هنا. الا بغيت نحطها هي الخامسة فين تجينا بالضبط؟ 0 1 2 3 4 5 تجينا هنا فوالا هي جات هي الخامسة. في حالة إلا بغيتي تسبريمي شي فالور من الليست كنديرو ريموف وكدير شنو بغيتي تحيد بحال هكا. لاحظ ها هي سوسن حيدت تسبريمات كانت هنا ورا غالية وتسبريمات. نجو نديرو اخر وحده عندنا ولا نديرو هاد النوال. لاحظ ها هي تسبريمات. في حالة الا بغيت نحذف اخر قيمة من الليست كندير بوب كنفتح غير الاقواس. مجرد انك فتحتي الاقواس صافي راه تمسح لك الاخرانيه. فوالا هي مسحت لينا الاخرانيه. عندنا فانكشن اخرى سميتها كاونت. هاد كاونت اشنو تدير؟ الا عندك شي قيمه متكرره كتخرجها ليك. مثلا نشوفو هاد سوسن واش متكرره، دائما ديرها داخل علامه التنصيص. بلاتي غادي نديروها داخل فاريابل باش تخدم. نشوفو الان خرجت لينا انها كاينه مره واحده. نجيو حنا نعاودو جوج مرات. هادي كتعطيك العدد اللي هي معاوده فيه، عدد التكرار ديالها. مثال عطاتنا جوج ماشي 3. كاين شي خلل الناس. بلاتي نهز السميه بحال هكا باش نتاكد ما كاين حتى خلل. نعاودو هنا. السبب هو انني هادي ما درتش لا فيرغول وتعتبرت كامله كلمه واحده ما حسبتهاش. الا جيت هنا درت فيرغول تحسبها. ردوا البال. هي عطاتنا الان 3. اذا هاد الفانكشن ما كتخدم لما درتي واحد الفاريابل وحطيتي فيها هاد القيمه
عاد كتعاود تعيط ببريت. كاينه واحد الفانكشن اخرى سميتها سورت. هاد السورت كتعطيك الترتيب حسب حروف الابجديه. الا كانت بالفرنسي كتتم غاديه ب ا بي سي دي كتمشي بحال هكاك، كانت بالعربيه كتمشي بالف باء. لاحظ معايا دابا شنو تخرج لينا. مشات اف تابعه هادشي، غتمشي تلقى الترتيب هو هذاك حسب الالفابي. دابا الا جينا وعيطنا على نمبر هنا غتعطينا الارقام من الصغير للكبير. لاحظ شوفوا واش تعطينا النتيجه، واخا مدخلين معاه حنايا كلمات اخرى. شوفوا النتيجه. دائما جرب. كاين خلل لانه قالت لنا هادشي مخلط مع سترينغ وكاينه انت، يعني الا جينا حنا وحيدنا هادو لان ما يمكنش يترتبوا مع الارقام الان غتعطينا النتيجه. هي الان تعطي الترتيب. شفتي نجو هنا نخسرو حنا الترتيب لانه هو اصلا مرتب من عند راسو. نشوفو بحكا نخلوها ترتب لينا الان عاوتاني. فوالا هي شفتيها مشات من الصغير للكبير. كاينه فانكشن اخرى سميتها ريفيرز. هاد ريفيرز هي عكس الليسته اللي كان هو الاخر كيولي هو الاول. لاحظ هنايا تم العكس، هذه كتولي هي الاولى، هذه هي الثانيه، هذه هي الثالثه، ونفس الطريقه الا درناها على الليسته ديال الاسماء. لاحظ هي غادا بالعكس، ها هي كتكتب لينا عكسيه. عندنا عاوتاني فانكشن اخرى سميتها كلير. الدور ديالها يحد في جميع القيم اللي كاين في الليسته. فوالا كتخرج لك خاويه، كتحذف لك كاع القيم اللي هي موجوده في الليسته. اخر فانكشن غادي نشوفوها هي كوبي. هذه الدور ديالها هو انك هاد القيم اللي كتكون في الليسته كتمشي كتحطها في واحد الفاريابل وكتولي تخدم بها داك الفاريابل الجديد بحال هكا. صافي هذه هي الدور ديالها. اذا هذه بعض الفانكشنز اللي كتكون متاحه في بايثون وموجوده غير تتخدم بها، ولكن من بعد غادي نقراو فانكشن اللي كتكتبها انت حسب الشروط ديالك وحسب الاهداف اللي انت باغي منها. بالنسبه للفيديو القادم الا ما لقيتوش متاح في القناه غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. نزل في صندوق الوصف غتلقى الرابط، كليكي عليه غتدخل الفيديو الموالي. اذا كنظن يكفي هذا القدر ونكملوا في الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.